اكبر كذبه اتقالت عن خشونه الركبه وهي انها مش بتتعالج ومفيش حل غير المسكنات والحقن وتغيير المفصل. ودي مش الحقيقه، والحقيقه ان الخشونه ليها مراحل مختلفه، واللي حالات كتير منها بتتحسن بالعلاج الطبيعي والتمارين العلاجيه والتغذيه والادويه المناسبه، والناس بترجع تعيش حياتها تاني بشكل طبيعي، والناس ترجع تمشي وتجري وتلعب وتشتغل تاني بشكل طبيعي. وانا هنا مش بتكلم عن حاله واحده، انا بتكلم عن حالات كتير جدا الحمد لله تابعت معايا في العياده وتحسنت بفضل الله. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن افضل الاكلات والمشروبات اللي بتدخل في صناعه الادويه في علاج خشونه الركبه، واللي ليها فعاليه كبيره جدا وهتساعدك بشكل كبير جدا ان شاء الله. وكمان هعرفك افضل النصايح واسرار علاج خشونه الركبه اللي هتفرق معاك بشكل كبير. وطبعا الفيديو اللي فات كنا عملنا عن افضل تمارين لعلاج خشونه الركبه، فلو ما شفتش الفيديو اللي فات لازم تشوفه الاول وبعد كده ترجع تكمل الفيديو ده. خشونة الركبة يعني في تآكل في غضاريف المفصل وفي التهابات مزمنة بتسبب ألم، تمام؟ فاحنا عاوزين أفضل الأكلات والأدوية والمشروبات اللي بتساعد في بناء الغضاريف دي بشكل جديد وتقليل الالتهابات عشان الألم يقل وتقدر تتحرك بشكل طبيعي. وطبعا نبعد عن الأكلات اللي بتسبب تآكل الغضاريف وبتزود الالتهابات، لأنها بتفرق بشكل كبير. لما تقلل الحاجات اللي بتسبب تآكل الغضاريف وبتزود الالتهابات هترتاح بشكل كبير جدا. فأول حاجة محتاج تضيفها في نظامك الغذائي وهي المكسرات والبذور، زي الجوز واللوز، بذور الشيا والكتان وحب الرشاد. الحاجات دي بتكون غنية بالأوميجا 3 وبالمعادن والفيتامينات المختلفة اللي بتدخل في بناء الغضاريف وبتشارك في تصنيع الكولاجين للمفصل، فهتفرق معاك بشكل كبير جدا. فخد سناك كده 30 جرام مكسرات كل يوم، وتاخد مشروبات من اللي احنا قلناها من البذور دي، تاخدها كمشروبات او تحطها على الزبادي زي الفل، مفيش اي مشكلة. رقم 2 وهي الخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير والبروكولي. طبعا الأطعمة دي غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة وخاصة الكالسيوم وفيتامين كي اللي بيدخلوا في صحة العظام ومنع التكلسات داخل المفصل. ده غير ان هي غنية بمضادات الأكسدة زي اللوتين اللي بيقلل الإجهاد التأكسدي للغضاريف. فمحتاج تضيف خضروات ورقية كل يوم في وجبة الغداء، في طبق السلطة بتاعك كده يبقى فيه خضروات ورقية كل يوم، هتفرق معاك بشكل كبير جدا. رقم 3 وهي الفواكه الملونة زي البرتقال والتوت والافوكادو والاناناس. الاطعمه دي بتبقى غنيه بالفيتامينات والمعادن المختلفه وخاصه فيتامين سي، وده بيدخل في انتاج الكولاجين وبناء الغضاريف. فتاخد ثمرتين في اليوم هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا، ثمره الصبح وثمره بالليل. رقم 4 وهي الأسماك الدهنية زي السلمون والسردين والماكريل. طبعا الأسماك دي بتبقى غنية بالأوميجا 3، والأوميجا 3 بدوره بيقلل الالتهابات اللي بتضعف في الغضاريف وبتزود الالتهابات وبتزود الألم. فهتفرق معاك بشكل كبير جدا إنك تضيف سمك في نظامك الغذائي الأسبوعي، فتاكل مرتين في الأسبوع كده سمك، هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا في تقليل الالتهابات والألم، وإنك تتحرك بشكل طبيعي بدون أي ألم إن شاء الله. وقبل ما نتكلم عن افضل المشروبات اللي تساعدك في خشونة الركبة، لازم نتكلم عن الاكلات والمشروبات اللي لازم تتجنبها لعلاج خشونة الركبة، لان طبعا الحاجات اللي هنقولها دي ليها اضرار مهمة جدا. زي مثلا الاكل المقلي، الاكل المقلي عموما بيزود الالتهابات في الجسم، واحنا مش عايزين نزود الالتهابات، فحاول تتجنب الاكل المقلي على قد ما تقدر. وطبعا اللحوم المصنعة لان كلها نيتريت وصوديوم، والحاجات دي بتزود الالتهابات وبتحبس السوائل في الجسم. وطبعا المشروبات الغازية غنية عن التعريف، لازم تقللها خالص، تمام؟ لانها بتقلل من امتصاص الكالسيوم وبتضعف العظام. ده غير السكريات والسكر تقلل منه، لان السكر بيرفع الجلوكوز في الدم بسرعة جدا وده بيزود الالتهابات في الجسم. فالحاجات دي طبيعي انك تقلل منها، هتفرق معاك بشكل كبير جدا. اما افضل المشروبات اللي هتساعدك في علاج خشونة الركبة فرقم 1 وهو المية، انك تشرب 3 لتر ماء يوميا. المية دي التزييت الطبيعي للمفصل، تمام؟ التزييت الطبيعي اللي بيزود المرونة اللي بيمنع الاحتكاك، فالمية مهمة جدا. ده التزييت للمفصل كأنك بتشحم المفصل كده، تمام؟ فمهم جدا تشرب 3 لتر ماء، يعني من 10 ل 12 كوب ماء في اليوم. رقم 2 وهو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر بيكون غني بمضادات الأكسدة اللي بتحمي الغضاريف من التآكل، فمهم جدا تشرب كل يوم كوباية شاي أخضر. رقم 3 وهو مشروب الكركم مع الحليب او مع الماء الدافئ. الكركم ده غني بالكركمين اللي بيقلل من نشاط انزيم كوكس 2. كوكس 2 ده الانزيم ده بيبقى انزيم بيزود الالم والالتهاب في المفصل وبيتعبك جامد، تمام؟ لان في ادويه اصلا بتبقى اسمها انتي كوكس 2،
يعني ده بيبقى مضاد التهاب كويس جدا بالمناسبة يعني. رقم 4 هو الزنجبيل. الزنجبيل كويس جدا في تقليل الورم وتحسين الدورة الدموية في المنطقة، فيفرق معاك بشكل كبير. واخيرا العصائر الطبيعية اللي فيها الفواكه الملونة اللي قلنا عليها زي البرتقال والتوت والافوكادو والاناناس، تمام، برضو غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وخاصة فيتامين سي زي ما قلنا اللي بيدخل في انتاج الكولاجين وبناء الغضاريف، فهيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. واهم خطوة لازم تعملها في علاج خشونة الركبة وهي تقليل الوزن. كل ما تقلل الوزن كل ما الحمل والضغط اللي واقع الغضاريف بيقل وتبدأ تستعيد نشاطها بقوة. كل ما يزيد كيلو في وزنك كل ما يحمل على الغضاريف بشكل اكبر 3 اضعاف، وخاصة لو بتطلع سلم كتير بيحمل ممكن يوصل ل6 اضعاف على الغضاريف، وده طبعا هيتعبك بشكل كبير جدا. فانك تخس كده وتبدأ تلتزم هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وانك تتعرض للشمس الدافية كده الخفيفة كل يوم ربع ساعة، يعني الشمس بتاعت 10 الصبح، تمام، او بتاعت اخر اليوم اللي هي قبل المغرب، عشان تحصل منها على فيتامين د صحي، فهتفرق معاك بشكل كبير جدا. وطبعا النوم الكافي من 7 ل 8 ساعات مهم جدا، لان الجسم بيعيد تصليح نفسه من جديد في وقت النوم، فحاول تنام بدري وتصحى بدري، ونوم كافي هيفرق معاك بشكل كبير جدا برضو. وانك تتمشى كل يوم مهم جدا. المشي مفيد جدا في علاج خشونة الركبة، بيحافظ على ليونة المفصل والمدى الحركي وهيقلل معاك الألم، تمام، عكس ما هو شائع يقول لك عندك خشونة ما تتمشاش، والكلام ده طبعا غلط. المشي مفيد جدا ليك. اللي مضر ليك جدا هما وضعين: السلم، تمام، حاول تقلل من طلوع السلم، ووضع القرفصه. لكن المشي مفيد جدا، وابدا يتمشى، تمام. لان الموضوع ده شائع، مش عارف ليه الناس جايبه انك عندك خشونه ركبه ما تتمشاش. بالعكس، ما تبدا تتمشى هتلاقي الدنيا احسن بكتير، ومفصل بدا يتحرك وبدا يحصل فيه ليونه، وهيساعدك ان انت تتحرك، عكس ما تبقى قاعد طول اليوم ما بتتحركش خالص. في الحقيقه ده اللي عاوز اتكلم عنه في الفيديو الجاي. يعني ممكن نخلي الفيديو الجاي نتكلم عن الحاجات اللي فعلا بتدمر الركبه، ايه اسوأ التمارين اللي بشوفها وخاصه في الجيم، حاجات غلط وبتدمر الركبه للناس اللي عندهم خشونه في الركبه، فايه التمارين اللي تتجنبها دي. او ممكن نستضيف دكتور عظام يتكلم بقى من وجهه نظره كدكتور عظام ايه الادويه اللي بيديها لعلاج خشونه الركبه، ايه النصايح اللي بيديها لهم، ايه الخطوات اللي بيمشي عليها بالظبط. فاكتب في كومنت كده تحب نتكلم عن اسوأ التمارين اللي بتدمر الركبه، ولا نستضيف دكتور عظام وهو يكلمنا عن افضل الادويه وطريقته في علاج خشونه الركبه، وازاي بيتعامل مع مرضى خشونه الركبه، وبيرشح الحقن ولا لا، وايه انواع الحقن المختلفه، وايه انواع المفاصل والحاجات دي. تحبوا نتكلم عن ايه الاول؟ فاكتبوا في كومنت، واللي هتكتبوه هننفذه على طول ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد اكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصل لك كل جديد اول ما ننزله ان شاء الله. ان شاء الله بنحاول نلتزم كده ونستمر معاكم، ويبقى معانا فيديو حد وخميس ان شاء الله نلتزم بيهم ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. نشوفكم الفيديو جاي على خير. السلام عليكم.